احنا مش بنبيبي سيتنج الموظفين يا مدير. يعني الموظف الغضبان اللي كل شوية بيهددك بالاستقالة وهو شاطر جدا انا عارفة، ليه عندك 3 محاولات وانت بتلعب معاه فيهم 3 ادوار. اول مرة بيجيلك فيها بالاتيتيود ده بتهندله بنسبة 100%، وهنا انت بتبقى دور الجايدر، وبتبدأ كمان تحاول توجد له طرق ان هو يشتغل بشكل احسن وتعالج المشاكل اللي عنده على قد ما تقدر. تاني مرة انت بتبقى في دور التيتشر، يعني 50% هندلة و50% حزم، وبتبدأ تنبهه ان هو كده موظف البراندنج بتاعه ان هو شكاي ومش كويس ابدا ان يتاخد الصفة دي عنه، لان الشطارة لوحدها مش كفاية. تالت مرة جالك بنفس الغضب ونفس التهديد ان هو هيمشي، لازم تبقى في دور المانجر بنسبة 100%، وتعرفه ان ده قراره، ولو حابب يمشي من المكان فعلا يتفضل. هو بالفعل انت حاولت معاه مرة والتانية، فالتالتة انت مش هتقدر تستوعب او تستحمل ان هو كل شوية يهددك بالاستقالة. وتعالي لي كده يا مدير لما اقولك ما تخافش ان هو شاطر وانت هتفقد شطارته دي. ليه؟ لان الموظف نفسه عارف ده، وبيعتمد على شطارته ان هي هتشفع له في غضبه وتهديده المستمر. فلازم توقفه عند حده وتفهمه ان عادي جدا انت هتستغنى عنه وهو الخسران، عشان اي مكان هيروح يشتغل فيه ويتصل بالمؤسسة هيبقى الفيدباك بتاعه مش كويس.